يا الله. الذيول الذيول منين تتلقوها هالايام؟ منين تتلقوها؟ تلقوها من فوز المنتخب الوطني وفرحة الناس العراقيين بالمنتخب وأيمن حسين. تتلقوها من أيمن حسين طيح حظكم. تتلقوها من أنبوب كركوك بانياس السوري وتقوية العلاقات مع سوريا الحبيبة. تتلقوها من إيران اللي قنصلها وسفيرها مشترك تظاهرات السبت المليونية ورافع العلم العراقي احتراما لصاحب الدعوة السيد مقتدى الصدر. منين تتلقوها؟ تتلقوها من إيران فتحت استثنت العراق الوحيد بالعالم السفن مالته تمر بمضيق هرمز بسبب التظاهرة المليونية تضامن الشعب العراقي وياها ضد العدوان الصهيوني الأمريكي. هو هذا العالم، مو بس إيران ترى. هو العالم يتعامل مع الرؤوس شكل ومع الذيول شكل. يعني مثلا البريحسي تحمسه بنعال يذب ذيله وينهزم ويظل يلبط يروح يمين يروح يسار ما يعرف شي يسوي. فانتوا هذا حالكم مثل ذيل البريحسي حتى ما ترتقون الى ذيل ما تشلب. فهاي الايام فرحة عراقيين. الانبوب العراقي السوري استثناء العراقي يمر بمضيق هرمز السفن مالته. فرحتنا بالمنتخب العراقي، فرحتنا بالتظاهرة المليونية اللي صارت بها تغطية عالمية. وانتوا ظلوا غلبطوا مثل ذي اللي بريعصي بالقاع من تجي شحاطة لون نعال. ظلوا لبطوا وحدكم انتوا ربعكم فصائل المقاولة أهل الوسخ. عودهم مع عماد مغنية لابس كاسكيته وضام عيونه بينات بالضم. عودوا على أساس عماد مغنية متلوق لك، وأمين عام متلوق لك، وأسماء دينية وأسماء أهل البيت متلوق لكم. انكشف أمركم زين وحالكم حال ذي البريعصي اللي يلبط وحده. الحمد لله والشكر على تظاهرة السبت المليونية اللي تزامنت مع فوز المنتخب، وبغداد صارت عبارة عن أعلام عراقية. يوم من الأيام خلص